دكتور وحيد. دكتور وحيد، أنا مبسوطة جدا جدا إن حضرتك معانا هنا في أبيتان كلينيك، واسمح لي أنا حابة أستغل الفرصة إن أنا أجاوب على أسئلة كتير جدا جدا بتسألها وأنا بتعامل مع المريض بوست كانسر. يا دكتور، هو فعلا الجراحة هي نهاية العلاج من الورم؟ احنا لازم يبقى عارفين كويس قوي ان الجراحة حاليا جزء من مرحلة او رحلة العلاج. رحلة العلاج بالنسبة للأورام ممكن تبدأ بعلاج كيماوي الأول، وممكن تبدأ بجراحة ويتبعها علاج كيماوي، أو ممكن المريض يتعرض للعلاج الكيميائي والعلاج الجراحي والعلاج الإشعاعي، وحاليا يتعرض للعلاج المناعي والعلاج الجيني. فاحنا عندنا علاجات كتيرة جدا بقت معروفة بالنسبة للمرضى، لكن في حاجة ناقصة مهمة جدا: العلاج النفسي للمريض والمعاناة اللي بيعانيها. العلاج الجسدي، لأن كل مراحل العلاج اللي اتكلمنا عنها دي علاجات مرهقة جدا للمريض، بتأثر عليه جسمانيا وبتخلي الحركة بتاعته في حالات كتيرة جدا محدودة، سواء بعد الجراحة أو بعد العلاج الكيميائي للمشاكل اللي بيعاني منها. وحاليا احنا لازم نفكر في رحلة العلاج إنها لازم تكون رحلة متكاملة. يعني إيه رحلة متكاملة؟ يعني المفروض إن أنا في نهاية رحلة العلاج الطويلة والمرهقة دي إن المريض يرجع لشغله تاني، يرجع للفيزيكال فيتنس أو الحالة الجسمانية الطبيعية بتاعته زي ما كان قبل المرض. وده حاليا الجزء اللي ناقصنا احنا في العلاج المتكامل لمرضى الأورام. طب يا دكتور، ده بالنسبة لو بعد أو بعد ده بالنسبة للمريض المتعافي. طيب بالنسبة للمريض اللي لسه بيتعالج، هل التأهيل أو الانتجريتيف أونكولوجي ريهاب ممكن يكون ليه دور إنه يساعد المريض؟ أكيد، لأن الحالة العامة للمريض هي بالتأكيد جزء مهم جدا من مردود العلاج. يعني احنا دايما حتى في عندنا احنا في تقسيمة للحالة العامة للمريض اللي احنا بنسميها البرفورمانس ستيتس بتاعته. يعني انا ما اقدر اعمل عملية جراحية كبيرة جدا لمريض ما بيقدرش يروح الحمام لوحده مثلا، محتاج مساعدة عشان يتحرك من السرير. المردود الجراحي هيبقى سيء جدا، والمردود العلاجي هيبقى سيء جدا. فتأهيل المريض ده قبل العلاج جزء مهم جدا من نجاح العلاج اللي احنا هنعمله، سواء علاج كيميائي او علاج جراحي. واحنا في حاجات كتيرة جدا حاليا بنشوف بعض المرضى، سواء مريض مسن او مريض مرهق من المرض نفسه او من الاعراض اللي عانى منها في مراحل المرض قبل العلاج، بقى عنده ضعف جسماني عام وما نقدرش نعمل له عملية كبيرة. المريض ده بالذات محتاج تأهيل للعلاج. حتى أنا ما بدأتش علاج جراحي، فاحنا في منتهى البساطة أنا كجراح أول سؤال بسأله للمريض: أنت بتقدر تطلع السلم ولا لأ؟ أنت بتقدر تروح الحمام لوحدك ولا حد بيساعدك؟ أنت بتقدر تدخل في السرير وتقوم لوحدك وتنزل وتعمل أكلك لوحدك أو تتحرك لوحدك ولا محتاج مساعدة؟ لو بصيتي في التحاليل العامة بتاعت المريض دي ممكن تكون طبيعية جدا. لو حد بعتها لك وقال لك ايه رأيك، تقولوا له اه ده هايل، الكلى كويسة والقلب كويس، ما عندوش سكر، بس فانكشنال. لكن من الناحية الوظيفية ما يقدرش يعمل عملية. ده جزء مهم جدا ان انا احضر المريض ده علشان يعمل الجراحة، او اثناء فترة العلاج ممكن المريض يوصل للمرحلة دي، فانا بضطر ان انا اوقف العلاج لانه مش هيقدر يكمل معايا العلاج. اذا قدرت اعيد تأهيل المريض ده جسمانيا ونفسيا انه يقدر يبدأ العلاج تاني، يبقى انا كده
فعلا بقدر أكمل رحلة العلاج بتاع المريض ده. طب يا دكتور وحيد، بعد الجراحة ايه اكتر حاجة بتتساب من غير علاج، او يعني بتبقى residual effect او عرض بيبقى مستمر مع المريض بعد الجراحة، ومش بتبقى ليها، او مش بتلاقي حد يقدر يمانج المشكلة دي بسهولة؟ ومين المريض اللي محتاج فعلا ريهاب بعد الجراحة؟ أنا في رأيي إن كل مرضى الأورام محتاجين رهاب بعد الجراحة، درجات مختلفة طبعا، تختلف من حسب نوع الورم اللي تعرض ليه المريض، وهل تم استئصال جزء حيوي من الجسم ولا لأ، هل العلاج سبب مشاكل وظيفية ولا لأ، ودي بيبقى ليها مردود كبير جدا على حياة المريض، سواء في عمله أو في حياته العائلية أو العاطفية وهكذا. فأنا في رأيي إن كل مريض محتاج لإعادة تأهيل بدرجات مختلفة وبنسب مختلفة يعني. لكن أهم حاجة إعادة التأهيل النفسي للمرضى دول بعد مراحل العلاج الطويلة اللي ممكن تمتد لشهور طويلة من بين علاج كيميائي وعلاج إشعاعي وعلاج جراحي، والتعامل مع عدد مختلف من الأطباء والغياب عن العمل. وفي بعض الحالات المرضى بيعانوا من المشاكل الدائمة للعلاج. في مشاكل دايمة طبعا للعلاج، سواء احنا أورام الجهاز الهضمي ممكن يبقى فيه مشاكل دايمة للعمليات الجراحية أو العلاج، أو في بعض الأعضاء المهمة جدا زي أورام الحنجرة وأورام العين وأورام الوجه اللي ممكن تسيب عوامل نفسية سيئة جدا لمرضى. بالتأكيد بيحتاجوا إعادة تأهيل عشان يرجع تاني لحياته الطبيعية. الجزء ده جزء مهم جدا، وإحنا يمكن معظم الناس الأطباء المعالجين بيعتبر إنه طالما العملية نجحت فهو نجح في علاج المريض. كمان يا دكتور، من اكتر الحاجات اللي انا يعني اثناء يعني الفترة اللي اشتغلت فيها في الأونكو ريهاب، شفت مشكلة الليمفيديما. أوقات كتير بعد الجراحة المريضة بتبقى خلاص فرحانة إن هي كانسر فري، ولكن بتقابلها مشكلة هي كرونيك مزمنة فعلا، اللي هي التورم الليمفاوي أو الليمفيديما. واللي لازم تبقى فيه بعض من يعني نقول الحاجات اللي هي لازم تخلي بالها منها، بعض من التمارين وبعض من العلاجات اللي لازم تبقى أخدها as a lifestyle، زي الليمفاتيك درينج، ازاي تعرف تلبس بريشر جارمنت، ازاي انها تخلي بالها ان الدراع ده ما يتعورش، ما تاخدش، ما تقيسش فيها الضغط. يبقى في بعض precautions، الاحتياطات اللي لازم البيشنت تبقى يعني حطها into considerations. ومن وجهة نظر حضرتك، المريضة الليمفيديما، ايه هي الادفايسز او النصايح اللي حضرتك بتوصي بيها البيشنتس؟ هو طبعا احنا في الجراحات الحديثة كلها بنحاول نقلل المشكلة دي إلى حد ما، بإن احنا دلوقتي ما بنعملش استئصال جذري للغدد بطريقة روتينية في عمليات الثدي أو أورام الثدي. بنحاول نحدد الغدد الحارسة وناخد تحليل ليها عشان نقلل من احتمالات استئصال الغدد من تحت الإبط، وده السبب الرئيسي طبعا لحدوث الليمفيديما. لكن حتى مع الجراحات التحفظية الحديثة والأساليب الجراحية اللي احنا بنتبعها إلى أقصى درجة عشان نقلل حدوث الليمفيديما، ممكن استئصال غدة واحدة فقط من تحت الإبط يؤدي للليمفيديما. وعلى فكرة في دراسات كتير جدا بتقول إن نسب الليمفيديما حتى بعد العلاجات الجراحية الحديثة والعلاجات التحفظية ممكن توصل ل 30 ل 45% بدرجات مختلفة طبعا. احنا حاليا ما بنشوفش الليمفيديما العنيفة اللي كنا بنشوفها بعد الاستئصال الجذري للثدي والغدد الليمفاوية تحت الإبط. ودلوقتي مع العلاجات التحفظية والعلاج الإشعاعي اللي هو بنضطر نستخدمه على الغدد في بعض الحالات اللي فيها انتشار في الغدد، بنضطر فعلا غصب عننا جراحيا
ان احنا نستأصل الغدد المصابة. مم. فالحالات دي نسبة كبيرة جدا منهم قد تصل إلى 50% بيعانوا من درجات مختلفة من الليمفيديما. وده جزء مهم جدا من إعادة التأهيل أو الرهاب اللي احنا بنتكلم عليه. يعني نتمنى ان كل المرضى دول بعد العمليات الجراحية يكون في إعادة تقييم ليهم، اسسمنت كويس جدا، عشان نعرف درجة الليمفيديما اللي موجودة عندهم وازاي نقدر نساعدهم. لأنه معظم الناس دول يا إما بيشتغلوا كست بيت وهي اللي بتشتغل في بيتها، أو واحدة بتشتغل في أي مجال أيا كان وبتضطر تستخدم إيديها، ولازم الشكل العام يكون مظبوط. فأنا في اعتقادي إن كل واحدة تعرضت لورم في الثدي أو لأي عمليات تحت الإبط، إن كجزء من العلاج بتاعها هو إعادة الفحص بعد انتهاء العلاج الجراحي والإشعاعي، إنها بتعاني من أي درجة من درجات الليمفيديما ولا لأ. خليني اقول كده حاجه بخصوص الليمفيديما. يعني انا اعتدت لما جيت في بدايتي خالص اتعامل مع كونسبت الليمفيديما، لقيت انه في زي ما الليمفيديما مهمه، احنا عايزين نفكر الدراع ده فانكشنال ازاي. يعني زي ما بنشتغل على الجهاز الليمفاوي والتصريف الليمفاوي على كل الليفلز، على كل الليفلز سواء سوبرفيشال اور ديب، انا لازم جدا اشتغل على الجوينتس، على المفاصل، على العضلات، على كل الفانكشن بتاعت الباي ميكانكس بتاعت الكتف يعني في الغالب زي ما حضرتك قلت كلهم امهات محتاجه ترجع بيتها بصوره يعني طبيعيه، تطبخ لاولادها، تشيل ولادها عادي، ما تبقاش لسه حاسه ان هي لسه ستيل مريضه. especially ان انا حسيت دايما على الجانب السيكولوجي ان اللي تعافت من مرض السرطان مش عايز تسمع كلمه مريض تاني. هي عندها كده سايكولوجيكال يعني توما، محتاجه تحس ان هي مش عيانه تاني، مفيش حاجه هي مش عارفه تعملها. حتى ايفن يا دكتور الاجواء ما بتبقاش عايز تروح مكان، حتى لو هنيجي نتكلم في البوست اونكو ريهاب، بتبقى عندها تروما من شكل العياده الطبي والريحه، يعني بتبقى عايزه تروح مكان تحس فيه بفايبس مختلفه عن المكان الطبي المستشفى اللي كان عانت فيه من ذكريات سيئه. ودي من وسبيشالي طبعا انت عارف الستات ايموشنال، فاحنا دايما بنحب نكون المكان اللي هوم وير هوم، اللي بنطمن فيه الناس، اللي بنعرفهم ما تقلقيش دونت وري، وبعرفها كل حاجه، انت هتحسي بكذا، انت دلوقتي كذا، الخطه العلاجيه هتمشي معانا كذا، عشان تبقى مطمنه. ودايما من الحاجات يا دكتور اللي بتقابلنا الريكارنسي، الناس بتخاف جدا من الريكارنسي وانس وصلوا لدرجه التعافي، فبيخافوا جدا، بيبقى عندهم رعب الكانسر اللي هيرجع تاني او لا. ازاي يا دكتور بتتعامل مع الحته دي، بتطمنهم ازاي؟ احنا طبعا يعني بنحاول الإجابة على السؤال. طبعا كل مريض بيتشخص بورم، سؤال مهم جدا. وهقول لك في الحقيقة يمكن احنا بنحاول نتهرب من الإجابة على السؤال ده. السؤال ده يعني أنا دكتور حشفة من المرض ده ولا لا؟ طب نسبة الشفاء كام؟ طبعا بالنسبة للمريض الواحد هي نسبة الشفاء يا صفر يا 100%. يعني أنا مش هخلط مرضى ببعضهم يعني. لكن طبعا في السنين الأخيرة لو خدنا سرطان الثدي كمثال مثلا، إن احنا في المرحلة الأولى نسبة الشفاء بتوصل 100% فعلا دلوقتي. والمرحلة الثانية ممكن تعدي 80% ودي نسب عالية جدا بالنسبة للأورام. ودي حقيقة فعلا، لأن احنا دلوقتي العلاج بقى علاج متكامل. يعني علاج جراحي مع علاج كيميائي مع علاج هرموني مع علاج إشعاعي، علاج مناعي في بعض الحالات لو محتاج، وعلاج موجه. فقدرنا فعلا نحقق نسب عالية جدا من الشفاء باستخدام العلاجات المتكاملة. وكمان دلوقتي بندخل العلاج النفسي. يعني احنا في اللجان اللي بتشوف المرضى حاليا بقى معانا طبيب نفسي موجود، جزء من اللجنة في التقييم. بيقعد مع المرضى، بيقدر يعرف ان في مشاكل نفسية او مشاكل، بيساعدهم في حلها اثناء فترة العلاج. بقى ده جزء مهم جدا، وده جزء من الرهاب. ان انا المرضى دول احنا كنا بنهمل زمان كل الحاجات اللي
اللي بتحصل نتيجة العلاج بتاع الورم. ما كانش حد بيهتم تماما بالموضوع ده، فممكن في نهاية العلاج ان احنا بنسيب مريض محطم نفسيا، ما بيشتغلش، مش قادر يشتغل، فبنفقد فرد في المجتمع. فانا يعني انا حاليا لما ببص للناحية دي دلوقتي بعد سنين طويلة جدا من علاج مرضى الأورام، بعتبرها جزء مهم جدا من برنامج العلاج، ان احنا ناخد بالنا منه سواء قبل بداية العلاج واثناء فترة العلاج. يعني مش لازم انا اخلص علاجي لغاية لما المريض ينتهي تماما صحيا وبعدين افكر ازاي ارجعه تاني. احنا ممكن البرامج دي تبقى داخلة في العلاج نفسه، integrated حقيقي. يبقى انتجريتد جواه، وجزء منه ان انا بعد جلسات العلاج الكيميائي ايه المطلوب مني مع المرضى، ان انا بعد عمليات الثدي ايه المطلوب مني. ويمكن احنا اتكلمنا من شوية على مرضى اورام الجهاز الهضمي والمشاكل اللي بيعانوا منها بعد العمليات. مش لازم انا اقول للمريض انا جراح شاطر وهعمل لك العمليه بالمنظار وجرح صغير نص سنتي، وبعدين بعد العمليه المريض يرجع لي يقول لي انا بروح الحمام 10 مرات في اليوم، انا ما بقدرش اروح الشغل، انا قاعد في البيت لان انا ما اقدرش اروح مكتبي، ما اقدرش اركب مواصلات، بخاف. طب ما انا كده المريض ده بقى جزء يعني غير نشط في المجتمع، يعني بقت حياته، مع انه ممكن نقول انه شفي من المرض نفسه، لكن مع إيقاف. انا حولته لانسان تاني غير قادر على ممارسة حياته العادية. والامثلة كثيرة يعني بالنسبة للاورام في اماكن مختلفة. دكتور وحيد، أنا عايزة حضرتك تقدم رسالة للمريض اللي خلاص اللي تعافى من السرطان بس حاسس شوية إن هو تعبان ومش عارف يعمل إيه. احنا يعني اولا اعادة تقييم لكل الوظائف الحيوية والوظائف الجسدية بتاعت المريض واللياقة البدنية للمريض نفسه. لانه زي ما انا قلت في الاول ان ممكن التحاليل الوظيفيه زي وظائف الكبد وظائف الكلى دي تبقى طبيعيه جدا، والمريض غير قادر على صعود السلم مثلا، غير قادر على ممارسه حياته العاديه الطبيعيه في البيت او في الشغل. فانا بعتبر المريض ده علاجه ما تمش. فجزء مهم جدا من تكمله العلاج ان انا ارجع طبيعي تماما لشغلي والحياتي العملية اللي أنا بمارسها، مش أقل نشاطا ولا أقل ساعات عمل ولا حاجة، عشان أرجع تماما للنشاط البدني والذهني والنفسي والعاطفي اللي أنا كنت فيه قبل ما المريض يمر بالإصابة بالأورام. لازم إعادة تأهيل، ده جزء مهم جدا من العلاج عشان المريض ده يرجع فرد عادي جدا في المجتمع، ما عندوش أي مشاكل لا صحية ولا بدنية ولا نفسية ولا عاطفية. يمكن احنا ما اتكلمناش عن المشاكل العاطفية لبعض أنواع الأورام اللي بيعانوا منها المرضى. دول محتاجين رعاية نفسية ورعاية بدنية ورعاية أسرية في بعض الأحيان. ده حقيقي. انا بعتبر ده جزء مهم جدا من رحلة العلاج، هو مش رفاهية يعني. أيوة. إيه رأي حضرتك مثلا إنه ممكن حد ينصح المتعافي ده إن هو يروح الجيم أو يروح لدكتور، أي دكتور تغذية؟ هل ده صح؟ لا طبعا مش هي. احنا زي ما اتفقنا ان كل نوع من الاورام دي طريقة له في التعامل. مشاكل مختلفة تماما. يمكن احنا اتكلمنا على عمليات الجهاز الهضمي، ده حقيقي. يعني انا مريض عنده ورم في المعدة مثلا وتم استئصال جزء او استئصال كلي للمعدة، ده عايز انواع معينه من الغذاء، عايز نصائح طبيه معينه، كميه الاكل اللي ياكلها، عدد الوجبات اللي ياكلها في اليوم، ممكن نقسم له الوجبات لعده وجبات صغيره. في انواع معينه من الاكل ممنوع ياكلها لانها هتسبب له مشاكل في الجهاز الهضمي. وبعدين اتكلمنا على انواع عمليات اللي احنا بنعملها في القولون، انا بستأصل القولون الايمن او القولون الايسر او جزء من المستقيم او كل القولون او استئصال شبه كل القولون. اعتقد ان كل مريض من دول محتاج معاملة غذائية ومتابعة مختلفة تماما عن التاني. فده ما ينفعش ان انا اقول له
روح جيم او روح العب. احنا على فكره اتكلمنا على عمليات الثدي، اتكلمنا على الليمفيديما فقط. مم. في بعض عمليات الثدي التجميليه احنا بناخد جزء عضله من الجسم من الظهر ونحطها في الثدي. ده بينتج عنه نوع من الضعف، ونوع من عدم القدره على اداء بعض الاعمال المهمه جدا. ده محتاج اعاده تاهيل، محتاج تمارين عشان اعوض فقدان عضله مهمه جدا انا خدتها واستخدمتها في إعادة بناء الثدي. هي ما فيش حاجة اسمها روح جيم، روح لمتخصص في هذا النوع من إعادة التأهيل. تمام، ثانك يو يا دكتور جدا جدا. وانا سعدت جدا بحضرتك النهارده باللقاء والكلام بتاعنا مش هيخلص. وهفضل على طول اعمل مع حضرتك انترفيوز كده عشان ناخد منك التيبس اند تريكس. وانا مبسوطه جدا جدا بوجود حضرتك النهارده معانا. شكرا.